السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. وحشتوني والله الاسبوع ده، معلش انا اسفة ما كنتش بنزل حاجة عشان كنت تعبانة، فربنا يشفي كل مريض. عاملين ايه؟ وحشتوني. نبتدي بقى الحكاية. واحدة بعتالي بتقول ان هو جوزها خطيبها حب عمرها بقاله اربع سنين الاول، ومتجوزة حاليا بقالها 14 سنة. فبتقول انا مهتمة بيه قوي 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 قوي. حتى جوازات اخواتي احنا 3 بنات وولد، بس الولد مسافر مش بيشتغل ومسافر بره. فجوازات اخواتي بيتغيروا مني، بيقعدوا يقولوا لمراتاتهم انتوا مش بتحبونا، انتوا مش ستات زي اختكم، شايفين اختكم بتعمل ايه. بتقول انا متجوزه بقى 14 سنه، في ال 14 سنه ده مفيش حاجه قلت اهتمامي ليه، ان كان لبسه ولا بالبيت ولا بالعيال ولا باي تفصيله اللي في حياته ما قلتش. حتى هو شغال في مركز كبير في فندق كبير، عشان يبقى شكله حلو قدام الناس. خدت ورثي وبعت ذهبي وكملت له عليه وجبت له عربيه باسمه هو، وانا اللي بسد الاقساط. نزلت اشتغل عشان اساعده، عشان ما اضغطش عليه. فبتقول في يوم هو محرم عيالي يمسكوا التليفون. في يوم طالعه من المطبخ لقيت ابني ماسك التليفون الصغير، مش قلت له بابا هيزعق مش عارفه ايه، رحت ماسكه التليفون اتاريه كان بيسجل. رحت خدت منه التليفون وكده شويه، ورجعت له تاني لقيته برضه ماسك التليفون. جاي امسح التسجيل ابني عامله، رحت سامعه تسجيل هو وواحده ست. رحت عامله التليفون ان هو يسجل تلقائي كل المكالمات، وجوزي يجي وينام وانا اسمع التسجيلات. لقيته بيكلم واحده في التليفون، واحده صاحبته زميلته في الشغل. لكن اخر المكالمه راح قال لها ايه ماشي يا حبيبتي. المهم فضلت اراقبه ومركزه معاه لحد ما عرفت ان هو ايه بيحبها وماشيين مع بعض وكده وعايزين يتجوزوا. قلت له لا خلاص بقى، يديني بقى العربيه دي بتاعتي، انا اللي دافعه حقها، وانا بشتغل عشان اسد لك حقها، ولا بدفع في البيت ولا العيله ولا اي حاجه. قال لا مالكيش حاجه عندي ولا في خالك اركبي. وهو كده حتى شدنا قصاد بعض، واول مره مديده عليا وضربني، ويعني بياني على الاخر. ولا شاري عيال ولا شاري حب عمري ولا اهتمامي بيه، ولا ان انا ضحيت بكل حاجه عشانه، وفلوس ورثي ضحيت، ذهبي ضحيت، حتى صحتي ضحيت بيها وبشتغل عشانه هو. مفيش الكلام ده. من كتر غيظي وراح طاردني من الشقه، رحت واخده طوه الشارع وقعدت اكسره في العربيه. راح هو نزل جري ورايا وحلف لا هحبسك، ودلوقتي رافع عليا قضيه ان انا كسرت له العربيه وعايز يحبسني، وانا مش عارفه اعمل ايه. بصي، هو انت غلطانه ومش غلطانه، يعني اهتمي بجوزك ماشي على انه على راسنا، لكن انت تضحي تضحيات دي كلها وانت شايفه ان مقابل مفيش وبيحب واحده كمان تانية، لا انت غلطانه. وانت من حرقتك ماشي نزلتي كسرت العربيه، بس التاكيد في كاميرات في الشارع هيجيبك من ناحيتها، وهو عادي هيحبسك عادي وعايز يتخلص منك اصلا. مش عارفه بقى، انت كده عايزه محامي، ومحامي كويس لو معانا في الصفحه محامي يقدر يساعدك يبعت او يقولك تعملي ايه، او انت بقى دوري عند محامي كويس يخرج من الموضوع ده. لكن انت كعيشه تاني لا. ولمي بقى ايه فلوسك اللي مدهبك انت بتقولي عليها والكلام ده كله. هو كده خلاص غدر، وما دام غدر يبقى انت مش هتاخدي ولا جنيه من اللي انت ايه دفعتيه. بقى ربنا يعوض عليكي وعلى عيالك، بس اهم حاجه بس شوفي عيالك، وشوفي يمكن لا لو عايز يرجع بالتراضي. بس انت بتقولي عايز يحبسك، يعني معنى كده ان هو الموضوع كبر في دماغه، فما ينفعش. يعني المفروض لا جزاء الاحسان الا الاحسان. يعني هي كويسه معاك وجدعه وضحت بكل حاجه عشانك، انت في الاخر تروح تحب واحده تانية عليها؟ ما ينفعش. وهي التانية اللي حبها ده، طب ما زي ما هو خان مراته هيخونك، كما تدين تدين. انتي غلطانه، وربنا يسترها وايه ويصلح لكم الحال. لايكات بقى، وسلام عليكم في فيديو جديد. يلا سلام عليكم.